السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، منورين الدنيا ومنورين حياتي. وحشني كتير والله العظيم. عاملين ايه واخباركم ايه؟ تسلموا لي يا قلبي. صلى على النبي، نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطروا يا جماعه بيكم بذكر النبي، عطروا بيكم بذكر النبي، لان يا حبيبي مفيش احلى من الصلاه على النبي. فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. كرمنا ويكرمكم يا رب بالخير كله ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. تعالوا بقى نعمل احلى شويه كفته. هو مش كفته، هو حمام يعني بصراحه تحفه. اختراع النهارده يا كوتش. بصلتين ثلاثه كده او ثلاث اربع بصلات صغننين وطماطميه وقرن فلفل وفصين توم. ونجيب الغاليه كده اللي هي الكبه حبيبتنا كلنا. تمام. نضربهم بقى ضربا مبرحا بقى بصوا بقى ما اقولكوش. ونجيب معاهم ايه؟ نص رغيف عيش بلدي. تمام. انا نص الرغيف دوت بس يكون بايت، معلش يعني ايه، عايزاه يكون عيش بايت، يعني قبلها بيوم جايبه. وتنقعيه في شويه ميه كده اهوت. بصوا نعصره كده بالميه خالص. ونحطه في كبه مع البصل بقى والثوم والطماطم وفصين الثوم والكلام دوت والطماطميه. وبصلتين ثلاثه. تمام. على حسب الكميه اللي عندك. نعمل نص كيلو ايه، نص كيلو لحمه مفرومه. تحط معاهم ثلاث اربع بصلات صغننين كده او بصلتين كبار. تمام يا قمر انت وهي. ونضربهم بقى ضربه 100 100. تعالوا بقى اشوفوا بقى ايه الحاجه التانية اللي هحطها. هي مش اختراع يعني، تمام، كله بيعملها. ماشي. بتخلي صباع الكفته ايه، زي الحماميه بالظبط. دول معلقتين فلفل اسمر اخر شويه والله. اخر شويه. بصوا. نجيب بقى ايه معلقه ملح وشطه وكمون بصوا يا جماعه التوابل دي حسب ما انت عايزه تحطي مكعب مرق براحتك انت. دي ملح وشطه وكمون وكزبره. ماشي. حطيت منهم معلقه. خلاص خلاويص خلاويص. هعمل بقى بعد ان شاء الله الغدا دوت بقى تحليه كده. بصوا دي معلقه بيكنج باودر اهو، كيك شيف يا جماعه اهوت. يعني هي نص معلقه صغيره. تمام. خلاص ما تكتريش قوي. نص معلقه صغيره بيكنج باودر. هتخلي صباع الكفته عامل زي الحماميه، مش صباع الكفته طبيعي بجد. هينفش كده ويبقى جميل كده وطري كده ملبن ملبن. يلا بقى يا قمر نشتغل. هعمل بقى تحليه يا جماعه بعديها بس بقى ايه عسل. ان شاء الله تطلع حلوه باذن الله. يلا بقى نشغل الغالية. معلش هنا كل شوية الدنيا تضلم. هنا حاطة الفيشتين في مشترك واحد، بتاعت الستاند وبتاعت الكبة. فكل شوية البتاعة تتهز تقوم اللمضة مطفية. يلا يا عسل. في بصلية هنا كانت كانت مزوغة. بصلية مزوغة من خواطر رايحة فين؟ تعالي. يلا نضربهم تاني بقى. يبقى انا حطينا البصل والطماطم وقرن الفلفل وفصين الثوم. ولو عايزه تحط مكعب مرق حط مكعب مرق، والملح والشطه والكمون والكزبره والفلفل الاسمر ونص رغيف العيش اللي انا بلاه عصرته بالميه وحطيته معاهم. تمام. عايزه تحط خضره حط، مش عايزه تحط براحتك. بصراحه ما كانش عندي خضره فاستكفيت بالحاجه اللي عندي. بصوا عسل. عسل يا عسل. تمام. يلا يا قمر. قلت بقى ايه، جبت المعلقه علشان ايه نطلع كل الحاجه اللي في الجناب. بصوا. نص رغيف العيش بيشرب الميه اللي في الطماطم والبصل بصراحه. رهيب رهيب والله رهيب بجد، جميل قوي قوي قوي. هتعملي ربع كيلو لحمه. دي كانت حته بتاع نص كده من البصل. هتعملي ربع كيلو لحمه تحطي ربع رغيف. هتعملي نص كيلو لحمه تحطي نص رغيف. كيلو لحمه نحط رغيف. تمام. لو انت عايزه تحطي نص رغيف على ربع كيلو لحمه تمام، ما فيهاش اي حاجه براحتك. ماشي يا قمر. نفضي بقى كل حاجه كده ونجهز التاني. ديت نص كيلو اللحمه انا فردتها على الصينيه عشان اوريكم الكميه لما انا هحط عليها الحاجات دي هتتضاعف ازاي. بسم الله ما شاء الله. انا هعجنهم تاني كلهم في قلب الصينيه. عايزه بقى تحطهم في طبق براحتك، في صينيه اللي يريحك. تمام. فضي كل حاجه، ما تعصريش بقى حاجه خلاص بقى. هو نص الرغيف شرب الحاجات اللي في الطماطم والبصل. الحاجات دي كلها بتنزل ميه، نص الرغيف شربها. تمام. وساعات والله مش ببل العيش، بقطعه صغنن كده وارميه في الكبه معاهم برضو بيمتص كل السوائل اللي مع البصل والحاجه. يعني عايزه تبليه عادي، مش عايزه خلاص قطعي صغنن كده وتحطي. بصي بقى يا قمر انت وهي. انا بصوا قطعت بطاطس صغنن مكعبات كده. عايزه تقطعيها طرنشات تقطعيها، عايزه تقطعيها صوابع مكعبات زي كده براحتك اللي يريحك.
تمام. انا خدت اللحمه وحطيتها في التلاجة شويه. بصوا بقى هوريكم الفرق. غطيتها بالكيس عشان وشها ما يسودش. بصوا بصوا السمك، يعني ما شاء الله الحاجه الله اكبر تضاعفت. ما شاء الله ما شاء الله. تعملي صوابع صغننه اعملي براحتك، عايزه تعملي صوابع كده كبيره كده هو عامله زي الحمامه برضه براحتك. بصوا انا ما بصبعش على السيخ ولا بصبع على اي حاجه. تمام. انا في ثواني بصوا قدامكم كده في اقل من دقيقتين هتلاقيني عملت الصينيه دي كلها. بصوا الحاجه ما شاء الله ماسكه نفسها طريه زي الملبن. بصوا بين ايديا الاتنين يمين شمال بس الصبع اتعمل. تمام. عسل نرسم كده. جويندات مش بتاعتي، ورق الجويندات والقلاوزات والحاجات اللي بيقولوا عليها دي مش تبعي. ايوه مش سكتي. النبي عربي واحنا نحب نعمل كل حاجه بايدينا عشان نحس بيها. عليك الف صلاه وسلام يا حبيبي يا رسول الله. بصوا في ثانيه كده. بصوا صباع ملبن في ثانيه كده. بصوا صباع على قد كفه ايدي، قد ايدي بالظبط. هيكش حاجات بسيطه خالص بس ما شاء الله هيبقى منفوش كده وعسل. بصوا نعمل كوره ونلم كده. بصوا في ثانيه. بصوا تعملي كده تتفرد بطريقه رهيبه. بصوا جميله. بصوا قد الايد بالظبط. لو عايزه تعملي القطعه دي على صباعين تمام براحتك، هتروي معاكي اكتر. بس انا حبيت قلت عشان لما تتحط في الرغيف على السندوتشات او بناكلها كده تبقى على قد الرغيف، يبقى الصباع على قد الرغيف على طول. بصوا قد كف ايد بالظبط. ونرص بقى على البطاطس بقى. عايزه تحطي طماطم، عايزه تحطي بصلايه، اي حاجه، قرن فلفل مع البطاطس اللي يريحك. بس احنا بنحبها بيضه كده. كل العصاره وكل حاجه بتنزل من اللحمه بتسوي البطاطس بتخلي طعمها تحفه تحفه بجد حلوه قوي. بنحبها بيضه كده مش بحبها محروقه. تمام. بتبقى طريقه جميله قوي. انا هخلص اللحمه كلها معاكم في ثواني، متاخدش دقيقتين على بعض. تلميها الاول كده حته اللحمه تكوريها تدخلها كلها في بعضها يمين شمال يمين شمال تلاقي الصباع اتفرد. جميل قوي. يا ترى مين بيعملها كده زي بايديه؟ وبرده ساعات بصبع على السياخ اللي هي بتاعت الشيش ديت اللي هي الخشب. وساعات برضو عندي او ممكن تعملي على قلم. تمام. بس قلم يكون نظيف ماشي من غير الانبوبه بتاعت الصبغه دي الحبر اللي فيها. تمام. ايوه نعمل زي الفيلم ماشي بس مش تسوي بالقلم. ايوه. وتيجي تقول ام محمد هي لقيت تسوي بالقلم ماشي. لا ممكن تصبعي كده على قلم فاضي من غير البتاع اللي جوه فيه اللي فيها الحبر ديت. تمام. ايوه عسل بس كده احسن بقى. بصوا ما شاء الله زي العسل. نملى الصينيه بقى. عايزه تحطي معلقتين زيت تحطي، عايزه تحطي معلقه سمنه تحطي. انا رشيت عليها زيت ماشي. عايزه تحطي لك مكعب مرق براحتك اللي يريحك. في حاجه كده بتبقى ايه ما بتبقاش فرض في الاكله. يعني في حاجات كده انت بتعتمديها في اكلك على طول اعتمديها براحتك تبقى حلوه برضو. زي في ناس مش بتحب الشطه مش شرط تحط شطه. في ناس مش بتحب الفلفل الاسمر مش شرط تحط فلفل اسمر كده. تمام. في ناس بتحب ملح وفلفل اسمر بس ما بتحبش اي توابل تانية برضو براحتك. في حاجات كده بيبقى مثلا ده وذوقك بقى وانت واكلك حسب ما انت بتحبي تاكلي. تمام. زي ما قلت لكم الصباع ده ما شاء الله عليه كبير كده هتشوفوا في الاخر. عايزه تعملوا الصباع على صباعين تمام براحتك اللي يريحك. عسل. بصوا بقى تحطيها على عين البوتاجاز من فوق ماشي يا قمر. وتحط نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه بس ما عشان ايه تستوي كده اهوت البطاطس تستوي. هي تنزل بقى الميه وتنزل العصاره بتاعتها كلها نص كوبايه الميه ديت وخلاص ما تحطيش حاجه تاني. اول ما تشربها تلاقي البطاطس استوت هتلاقي اللحمه استوت معاها برضه.
يلا نلم كل حاجه كده. تمام. ايه رايكم بقى؟ لايك 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 لايك، احلى لايك. تحفه. رهيب والله، رهيب عسل. بصوا 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 بصوا. مروحه. كانت سخنه قوي بجد حقيقي. تحفه. بصوا يا جماعه، مش كفته دي، كل كفته هي حمامايه يعني. فاهمين؟ عامله زي الحمام كده، ما شاء الله ما شاء الله. ما فيهوش نفشان. عسل عسل. نص الرغيف، نص معلقه البيكنج باودر. اوعى اوعى خليها حاجه تانية خالص. تحفه تحفه بجد حقيقي. البطاطس كده طريه كده وجوسي كده وناعمه جميله في منتهى الجمال حقيقي والله العظيم. بصوا، نغرب بقى البطاطس كده، نجيب طبقنا الجميل دوت. نغرف البطاطس. عايزه بقى تحطي طماطم، تحطي فلفل مع البطاطس كده وانت بتسويها، بصلايه اللي يريحك. بصوا يا جماعه، ده مش صباع كفته، دي حماميه. دي حماميه. بصوا لو انت عايزه السماء قلت لك قبل، بصوا عسل عسل وحياه ربنا. لو عايزه حته اللحمه تقلليها اقل من كده الصباع، يبقى دوت على 2، هيبقى جميل برضو، يبقى حلو. ده على قد الرغيف يعني، على قد رغيف الفينو او الرغيف وكده هوت، اللي انت تعملي سندوتش جميل بجد كده، وطري كده من جوه وناعم كده وجميل، وكله كده عصارات عسل عسل. يعني تحس ان صباع الكفته كده واخد هرمونات يعني. بصوا، نخش في السكه دي، صباع الكفته دوت متهرمن يعني، واخد هرمون عسل بجد جميل قوي. انا بهزر يا جماعه، مش هرمونات ولا حاجه. تمام. هو نص الرغيف ونص معلقه البيكنج باودر نفشوا، خلاها نفشت. البطاطس بقى تحفه تحفه بجد. عسل في منتهى الجمال. استنوا بقى ان شاء الله الفيديو اللي بعد كده بتاع الحلو. بس في كام غلطه انا مش عايزاكم تغلطوهم، انا هقول لكم على الصح فين والغلط فين. تمام. يعني غلطات غصب عني بصراحه، يعني مش بايدي ان انا اعملها. يعني في حاجات كده كده يعني. تمام. يلا نغرف البطاطس العسل دي. تحفه في منتهى الجمال. بص بقى، تاكلي بالعيش، تاكلي تعملي حبه رز، حبه مكرونه، سندوتشات زي ما احنا عملنا. بجد كان جميل قوي 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 قوي، حلو قوي. جميل بجد حقيقي. البطاطس بقى حسب ما انت عايزه، اذا تكتري براحتك، تعمليها طرنشات، تعمليها صوابع، تعمليها مكعبات، اللي انت عايزه. بصوا البطاطسيه دايبه دايبه ناعمه، جميله بجد، وكانت مسكره قوي. تمام. يلا بقى نرص ايه؟ نرص الحمام يا جماعه، دي مش كفته، دي حمام حمام والله حمام. جميله، حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال بجد. تخيلوا بقى دوت بقى، لو الصباع على صباعين، شوفوا بقى ايه، ما تعديش بقى كام صباع كفته بقى، ما شاء الله يبقى معاك كميه ايه جميله. بصوا يا جماعه، فرده حمام مش صباع كفته. تحفه، حلوه قوي. الطعم يا نهار ابيض على الطعم وجمال الطعم. حلوه قوي بجد، وهتبقى من ايدكم احلى واحلى انا متاكده. بسم الله ما شاء الله، جميله جميله، ملت الطبق والله. فاهمين؟ انا مش لاقي مكان احط فيه الصوابع الكفته يعني، فاهمه؟ بزنق الحاجه مع بعضها كده وبرصها. بصوا. بسم الله ما شاء الله، يعني الصباع ما شاء الله ما شاء الله يملى الرغيف والله. جميل قوي. يلا بقى حبه حاجه خضرة كده، عشان ايه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال. عسل. يعني حاجه خضرة كده رشها على الوش. تمام، جميل قوي. يلا يا معلم. يعني انا يعني ببتدي الفيديو وبستنى اخر لحظه دي، يعني اخر حته دي انا بستناها بصراحه يعني، فاهمه؟ بالفيديو كله بقى، فاهمه؟ يلا. يلا بقى اطلع باللقطه العسل بقى. جميله 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 جميله. طبقين سلطه بقى، كانت سلطه ايه، نار 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 يا حبيبي، نار. كانت جميله قوي.
بصوا خيارية، طماطميتين، قرن فلفل بقى مولع كده جميل، عصرة ليمونة، حبة خضرة، جرجير بقى، خضرة اللي انت عايزاه. بصوا بقى، يعني طبق يملى العين، طبق كده يتحط كده ملوش حل. بصوا بقى، حمامية مش صباع كفتة، بسم منفوش نفشان. يلا بصوا بقى، بصوا، يا نهار ابيض، اتكسرت اوعى. بصوا الطراوه، بصوا العصاره اللي نازله دي. بصوا تحفه، جميله جميله بجد. بصوا صباع الكفته مالي ايدي. بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل، منفوش كده طري جميل قوي، كان طعمه رهيب. بصوا حلو بجد حقيقي والله. يعني نص الصباع خدت على 3 قطمات، يعني فاهمين انتوا يعني هو كبير ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، جميله 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 بجد. نص معلقه البيكنج باودر ونص رغيف العيش ده ايه، خلوا الصباع قد 10 صوابع. بصوا بقى البطاطس